زينب المليجي ابنة أحد الشهداء. وكرامة كل المصريين. الموضوع مش موضوع أسرى بس، ده الذل والهوان على إيد الكيان الصهيوني البغيض. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا ما بطالبش بحق مادي للأسرى، لأ. أنا كل اللي يهمني القصاص من الكيان الصهيوني عن الجرائم البشعة اللا إنسانية اللي ارتكبها في حق ضباط وجنود الجيش المصري اللي والدي كان واحد منهم. أنا أفتكر إن والدي وأنا عندي 4 سنين بعد نكسة 67 كان في غارة أنا فاكراها لحد دلوقتي، وجالي كنا في بدروم العمارة، كنا في بدروم العمارة والهلال الأحمر جاب لنا بابا بالمنظر ده. أنا لحد ما أموت مش هنسى المنظر اللي بابا شفته فيه. طلع في صحراء سينا، شرب البول هو والظباط اللي معاه، واتأثر من الكيان الصهيوني، وربنا كرمهم وقدروا إن هم يهربوا هو والمجموعة اللي معاه، وتاهوا في سينا وشربوا البول بتاعهم وداقوا المرار علشان خاطر مصر تبقى عالية، وهم اللي بيدافعوا عنها. وما ينفعش إن بعد كل اللي الجيش المصري عمله والشهداء اللي دفعوا اتأثروا ودفعوا دمهم فدا لتراب الوطن ده، أنا بقول لسيادة وزير الدفاع صدقي صبحي، هقول له هيبقى عار علينا قوي وعار على المؤسسة العسكرية إن هي ما تاخدش حقها لرجالتها اللي دفعوا حياتهم تمن التراب ده. احنا مش عايزين فلوس، اللي انا عايزاه حاجة واحدة بس، ان الكيان الصهيوني ده يحاكم على الجرائم اللي هو عملها. هو المفروض هو يكون مجرم حرب، واللجوء للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والزام الحكومة المصرية على انها تسأر لكرامة الشعب المصري. القضية يا جماعة ما تخصش سيادة اللواء وحيد الأقصري بس، سيادة اللواء وحيد الأقصري عملها بدافع وطنيته وبدافع ان هو كان راجل من رحم المؤسسة العسكرية، فواجب على الشعب المصري كله يسنده والأحزاب تسنده. أنا عايزة أشوف، أنا ما شفتش ولا واحد من اللي بيتكلموا في حقوق الإنسان سبوبة ودكاكين حقوق الإنسان إن في واحد منهم فكر يجي يقابل سيادة اللواء ويتعاطف معاه، لأن الوضع ده، القضية دي كرامة كل المصريين، ما تخشش الجيش بس. الجيش ده مفيش أسرة في مصر ملهاش حد في الجيش لحد دلوقتي، حتى في الإرهاب الجيش لوحده هو اللي بيدفع الثمن. في حقنا وحق الجيش وحق الأسرة 67 و56 وحرب الاستنزاف يتاخد القصاص من الصهيوني، الكيان الصهيوني. لازم القصاص يا جماعة. الموضوع مش موضوع فلوس، الفلوس بتروح وبتيجي، لكن لما كرامة الإنسان تنتهك في بلده وهو بيدفع تمن حفاظه على طرب وطنه دمه، ويتعذب ويداس على رقبته بالدبابات من الكيان الصهيوني، ويشوفوا أبشع الجرائم على ايديهم، والحكومة المصرية قاعدة وساكتة لحد دلوقتي. كل الخزي والعار على الحكومة المصرية وعلى وزير الخارجية اللي كان ماسك الوزارة وقت سيادة اللواء وحيد الأقصري ما رفع القضية. الناس دي كلها لو هي وطنية بجد لازم تسنده وينفذ الحكم. من الخزي والعار ان الاعلام يجي مع توفيق عكاشة يوم جلسة الحكم بتاعت الأسرة والاعلام جاي يساند توفيق عكاشة. ده ليه؟ عشان رفع قضية الزام الحكومة والزام البرلمان ان هو يرجعه للبرلمان، وواقف ومش خجلان من نفسه وبيقول لسيادة المستشار في القضية بتاعته ان البرلمان الأوروبي قطع علاقته مع البرلمان المصري علشانه،
وهو كل ده لان البرلمان طرده لانه عزم السفير الكلب سفير اسرائيل، عمل له وليمه في بيته. يبقى من مين اولى ان الناس تحترمه واعلام الخزي والعار يجي يساند مين؟ جاي يقف ويصور واحد عزم الكيان الصهيوني عنده في بيته، طفحه من اكل بلدي ومن خير بلدي في بيته، بدل ما تساند اللواء وحيد الاقصري اللي هو بيمثل كرامه كل المصريين بالقضيه اللي هو رفعها. وانا بقول له يا سياده اللواء انا معاك لاخر الطريق، وهكمل المسيره اللي والدي بداها مع الجيش المصري، ومش هيفرق معايا ولا موت ولا حياه الا لما ناخد حق الجيش المصري والاسرى. وبشكركم.